السلام عليكم. بسم الله. في الفيديو اللي فات قلت لك ارقام السوق سريعا. الفيديو دي احكي لك ايه اللي حصل بالظبط. دلوقتي السوق ما بين الصناديق المصريه والصناديق الاجنبيه بيباصوا لبعض، والصناديق العربيه والافراد العرب بيدخلوا على فترات ياخدوا جزء من الايه، من التورته. عندنا الجمعيه اللي اتفقنا عليها، وانا عبد الله صاحب نظريه الجمعيه، ان كل قطاع في السوق ليه دور وكل سهم ليه دور في القبض. النهارده السيوله دخلت في عقارات، خدمات ماليه غير مصرفيه، مواد البناء والتعمير. مواد البناء والتعمير اسمنتات، حديد، سيراميك، بيحصل ارتكاز فيها. ارتكاز يعني ايه؟ يعني بيشتروا على الهادي. السيوله بتخرج بالراحه من الاسهم السبعيني المهيبره، تخش بالراحه في اسهم التلاتيني لاسهم 30 تقيله، وبيعملوا عمليه تخارج بالراحه عشان ما حدش يحس بحاجه. النهارده ايه، الصناديق المصريه رغم ان هي كانت بتبيع الا انها برضه كانت بتسند بشراء عشان تنقل الملعب بالراحه منها. طول ما الكوره ما بين الصناديق العربيه المصريه والاجنبيه ما تخافش. الخوف كله لما بيحصل تخارج، بيع كثيف من كل الصناديق مره واحده بدون سبب، في اخبار لا قدر الله سلبيه في السوق. ارقام جيده جدا، الوضع جيد. العقارات في المقدمه هنلاقي كذا سهم في العقارات تحرك جيد جدا، زي مصر الجديده وزهراء المعادي، واسهم كانت بتصحى بتيجي ترجع، وفي اسهم هتعمل طفرات ان شاء الله، والارقام دي هتبان. زهراء عملت عليها فيديو والحمد لله ربنا كرمنا عليه. والخدمات الماليه غير المصرفيه ابتدى يدخل فيها سيوله كبيره. هيبان لنا النهارده عن سهم عمل حوالي 20%، هعمل عليه فيديو كان مفاجاه للجميع، والحمد لله انفردت ان انا نزلت عليه توصيه من حوالي يومين في الجروب، مفيش حد تقريبا خالص في السوق اتكلم عليه، والحمد لله ربنا كرمنا فيه. السوق جيد جدا، محتاج تنوع محفظتك ما بين ال70 وبين ال30 وبين القطاعات. هتشوف ابرز القطاعات اللي ممكن عليها القبض، هات ايه تشتري فيها. هطمنكم برضو ان قطاع الادويه والرعايه الصحيه بيتم الارتكاز فيه بس بشكل بطيء شويه، ان هو ارتفع جدا. هم بيلموا الدنيا بهدوء، كل واحد وعليه الدور. لو وصلت لحد هنا وعايز تنقل محفظتك تشتغل مع حد يساعدك فيها، تعالى معايا في الشركه عندي، تواصل معايا على الخاص، هقول لك اجراءات نقل المحفظه. عايز تدخل الجروب تواصل معايا على الخاص، هقول لك إيه الجروب بالظبط ماشي ازاي. عايز تكسب بجد، صلي على الحبيب قلبك يطيب، وهو ده ان شاء الله المكسب الاكيد. السلام عليكم.